السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا صفحة المطبخ الجزائري مطبخ أم عبد الجليل. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. جيتكم اليوم بوصفة الحميص الحار في سلسلة من سلسلة تحضيرات يعني عيد الأضحى المبارك. نروحوا مباشرة المقادير وكيفية التحضير. هنا كما وضحت لكم في الفيديوهات السابقة، بعد ما شويت يعني الخضرة تاعي على النار رحت قشرتها يعني، وما تغسلوهاش، من الأحسن ما تغسلوهاش يعني مسحوها فقط بالماء. هنا في مقلة تاعي أو يعني أي حاجة اللي طيبي فيها، وضعت هذيك الطماطم اللي كنت شويتها، كنت قطعتها وضفت زيت زيتون حوالي 6 ملاعق الى 7 ملاعق. بالاحسن تستعملوا زيت زيتون يعني، لانه البنه راح تجيكم مختلفه تماما. اللي ما يحب زيت زيتون يقدر يستعمل الزيت العاديه. وكذلك 3 فصيصات تاع ثوم، الملح والقلي والعكري يعني اللي هو فلفل احمر، قليل من الطماطم المصبره. بعد ما تقلت لي جيدا ضفت انا الحار اللي كنت قطعته الى قطع صغيره، وضفته لهذيك الطماطم تاعي، خلطها جيدا. بعد ما تقلت لي ضفت لها يعني كميه معتبره من زيت زيتون، لانه راح تعتبر ماده حافظه لها وما يفسد لكمش اطول مده في الثلاجه، يعني يقدر يقعد حتى 3 شهور او 4 شهور ما يفسد لكمش في الثلاجه، وتقدروا تخبوه في المجمد وتجبدوه وقت اللي تحتاجوه. صدقوني راح يجيكم بزاف 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 بنين، تقدروا تاكلوه حتى مع الفطير او الكسره. وراح يعني كيما يقول لكم بنا لما تاكلوه. جربوه وادعوا لي، والسلام عليكم.